متلازمة الإجهاض المتكرر المناعية أو الأوبستاتريك أنتي فوسفوليبيد سيندروم، دي متلازمة بتؤدي إلى إجهاض متكرر مناعي في كتير من السيدات. النهاردة هنتكلم على إزاي دي بتتشخص وإمتى أروح لدكتور الروماتيزم عشان يساعدني أثناء الحمل الجاي إنه يتم بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. يعني إيه أنتي فوسفوليبيد سيندروم؟ باختصار، الفوسفوليبيد ده بروتين مهم جدا عشان سيولة الدم. لما يكون ضده أجسام مضادة يبقى مش هيبقى فيه سيولة في الدم، يبقى هيبقى فيه جلطات في الدم، وأثناء الحمل الجلطات دي بتروح تقفل الأخرام بتاعة المشيمة، وبالتالي يحصل إجهاض متكرر. بتتشخص إزاي؟ أولا لازم الإجهاض المتكرر ده يبقى في الجزء الثاني من الحمل ولو مرة واحدة، أو أكتر من 3 مرات في الجزء الأول من الحمل. وإحنا طبعا بنقسم الحمل زي ما أنتم عارفين كل 3 شهور جزء، فالجزء الأول هو أول 3 شهور، الجزء الثاني تاني 3 شهور، الجزء الثالث آخر 3 شهور وقبل الولادة إن شاء الله. نعمل تحاليل، والتحاليل هنا نوعين، يا إما تحاليل مناعية بناخدها من الدم، يا إما تحليل المشيمة نفسها أو تحليل السقط نفسه اللي يثبت إن كان فيه جلطات في المشيمة. التحاليل المناعية كذا نوع. أهم حاجة إن إحنا لما نروح لدكتور النساء أو دكتور الروماتيزم يطلب التحاليل بالطريقة المظبوطة، لأن التحاليل لها أكتر من طريقة، وللأسف كتير قوي بكون باخد أدوية سيولة وبالتالي التحاليل تطلع إيجابية خاطئة. فمهم إن إحنا نبلغ الدكتور إذا كنا بناخد دواء سيولة ونعمل التحاليل بالطريقة المظبوطة اللي يعرفها دكتور الروماتيزم. طب علاجها إيه بقى المتلازمة دي؟ أول حاجة وأهم حاجة ما نتوترش. تاني حاجة ان احنا ناخد ادوية سيولة عبارة عن اسبرين اطفال وحقن سيولة بتتاخد اثناء الحمل، ونفضل مكملين عليها بعد الولادة لمدة 1.5 شهر علشان ما يحصلش جلطات بعد الولادة. تالت حاجة بنستخدم في حالات بسيطة جدا 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 ادوية مناعة، لو الموضوع مع ذئبة حمراء او مع روماتويد، لان ده ممكن يحصل. الحاجة التانية ان في بعض الحالات التي لا تستجيب الى اي ادوية وحصل برضو إجهاض متكرر على الجرعة العلاجية بتاعة أدوية السيولة، هو إن احنا نستخدم يا إما الأجسام المضادة اللي اسمها IVIG أو نستخدم جرعات كورتيزون، لكن ما نبدأش بيهم من الأول. استخدام أدوية السيولة والبروتوكول العلاجي المظبوط والتشاور المستمر ما بين دكتور الروماتيزم ودكتور النساء بيحسن فرص اكتمال الحمل القادم بإذن الله في المرضى اللي عندهم متلازمة الأنتي فوسفوليبيد دول بنسبة 70%، وإن شاء الله بإذن الله كل ربنا يرزقها. مهم جدا إن المريضات اللي عندهم إيجابية في تحاليل الأنتي فوسفوليبيد يروحوا لدكتور روماتيزم علشان يظبط لهم العلاج الحالي والعلاج أثناء الحمل بالتعاون مع دكتور النساء. ودمتم سالمين.